على مدار الفيديو هتشوف تجربتي في سوق جيم جام اللي شاركت فيها انا ووهبي، وبالمناسبه رابط قناته تحت في الوصف. اول ما سوق اعلن عن المسابقه طلع السيم غير مستقر، وبصراحه السيم جامد جدا وفي افكار كتير، وواحده من الافكار اللي خطرت لي كان البحر غير مستقر. يعني انك تكون اللاعب في سفينه في نص البحر بيجي عليك السمك بيطلع لك من تحت والطيور جايه من فوق بتبيض عليك. الفكره تضحك صراحه بس حلوه يعني، وبدانا شغل فيها. اول حاجه جبت نظام تحكم جاهز كنت انا ووهبي عاملينه قبل كده، وبعدين بدات افكر ازاي اخلي البحر فعلا يبان غير مستقر. فجالي فكرة إن أخلي المية فيزيائية، يعني لو أي جسم دخلها تتفاعل معاه، وكمان لو خرجت، وكمان خليت البحر يعمل موج بشكل مستمر. بعدها على طول رحت برمجت السمك، وهدفي كان إنه ينط على اللاعب، يعني ينزل من فوق لتحت كده على اللاعب. وبعدين برمجت الطيور اللي بترمي عليك بيض، وخليت البيض ده لما يجي يخبط في الأرض أو يخبط في اللاعب يعمل بارتيكل كده شكله كأنها اتكسر. وبعدين قعدت أضيف شوية جماليات، وبعدين بعت اللعبة لوهبي عشان يكمل عليها. والصراحة وهبي قلب شكل اللعبة 180 درجة. ده شكل اللعبة قبل، وده شكل اللعبة بعد. واضح الفرق طبعا. بعد ما خلصنا رفعنا اللعبة، وكنا متوقعين نجيب مركز كويس لأن اللعبة صراحة حلوة مش وحشة، وجبنا المركز 36 تقريبا، وده كويس بس يعني بالنسبة للإمكانيات والوقت اللي احنا اشتغلنا فيه. تقريبا اشتغلنا في اللعبة يوم واحد. ولو عايز تجرب اللعبة هتلاقي رابط في الوصف. وما تنساش تصلي على النبي، تدعي لإخواتنا في فلسطين والسودان اللهم انصرهم يا رب، واشترك في القناة، وسلام.